الناس اللي متابعة كأس العالم غالبا عارفة إن قطر أنشأت 8 ملاعب مخصوص عشان يستضيفوا مباريات البطولة، وهم استاد البيت واستاد لوسيل وملعب المدينة التعليمية وملعب الجنوب وملعب أحمد بن علي وملعب الثمامة وملعب خليفة الدولي وملعب 974. والملاعب دي تم إنشائها على مدار عدة سنوات واتصرف عليها مليارات الدولارات. ولكن الغريب إن بعد بطولة كأس العالم ما تنتهي، قطر هتفك الملاعب دي وهتتشال من مكانها تماما. والسؤال هنا، لماذا قطر ستفعل هذا؟ لو مهتم تعرف قطر هتعمل ايه في الملاعب دي وهتوديها فين، خليك متابع معايا. لما تم اختيار قطر من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم في عام 2010 بأنها تستضيف البطولة لعام 2022، وقتها قطر ما كانش فيها غير استاد واحد بس، وهو استاد خليفة الدولي الموجود في الدوحة منذ سنة 1976. وعشان كده كان من المفترض على قطر إنها تقوم ببناء مجموعة جديدة من الملاعب يقام فيها المباريات. وبالفعل استطاعت قطر وعلى مدار هذه السنوات إنها تقوم ببناء 7 ملاعب جديدة وتقوم بتطوير استاد خليفة الدولي. ولكن واجهت قطر مشكلة، وهي مساحة قطر الصغيرة. ومساحة قطر حوالي 11,570 كيلو متر مربع، ويسكنها حوالي 3 مليون إنسان. وعشان كده ما كانش منطقي ان يكون في 8 ملاعب بتخدم حدث مدته 28 يوم وبعدها يتم هجر هذه الملاعب عشان ما فيش عدد كافي من الناس يستخدمها، وخصوصا ان الدول اللي استضافت كأس العالم قبل كده وانشأت ملاعب مخصوصة للمباريات ما كانش دي الفكرة الصحيحة. ومثال على ذلك دولة البرازيل اللي استضافت كأس العالم في عام 2014، صرفت مبالغ مهولة لعمل الملاعب اللي هيتلعب عليها المباريات، وبالرغم من أنها البرازيل ولكن تم هجر هذه الملاعب ولم يستفيدوا منها بشيء. وبالمثل اليونان اللي استضافت دورة الألعاب الأولمبية في عام 2004، الملاعب اللي اتلعب عليها الوقت ده تم هجرها تماما لدرجة ان الحشائش والنباتات طلعت في وسط المدرجات. ولهذا السبب لجأ المسؤولين على بناء الملاعب في قطر إلى فكرة مبتكرة، ألا وهي بناء ملاعب قابلة للتفكيك. الملاعب في قطر اتبنت بالنظام الملاعب المستدامة، يعني كل شيء في الملعب يمكن تفكيكه واستخدامه من جديد بدون حدوث أي تلفيات. وهذا الكلام ينطبق على الجدران وعلى الأسقف والمقاعد وحتى على أنظمة التبريد والتكييف اللي استخدموا فيها الألواح الشمسية. وعشان كده قررت الحكومة القطرية إنها تفك حوالي 170 مدرج من الملاعب دي، وهيتم منحهم كهدايا لبعض الدول النامية. ومن المتوقع انه هيتم انشاء 22 ملعب بالمقاعد دي.